ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ المفروض ان الحلقه دي هنتكلم فيها عن فيلم المشروع اكس، بس بما ان الفيلم لسه نازل عندي هنا في السينما وانا لسه ما شفتهوش، يلا بينا نروح نتفرج على الفيلم. فاضل ربع ساعة على الفيلم واحنا متأخرين اصلا، وعلى الله بقى على الله. لسه طالع من الفيلم وفي حاجات كتير قوي محتاجين نتكلم عنها، انا بس مش مجمع يعني. هخلص كده واهدى وهنتكلم. ايه الاخبار؟ كانت رحله لذيذه وقضيناها مع بعض ورحنا السينما وغيرنا جو. نتكلم بقى عن الفيلم. طيب يا جماعه، المشروع اكس، الفيلم اللي هو الاكيد انه واحد من اكتر او اضخم الافلام انتاجيا في اخر كام سنه في تاريخ السينما المصريه. فيلم كان منتظر جدا، الناس كلها مستنياه، كلنا كنا متحمسين له، وانا اتكلمت عنه اكتر من مره في الحلقات، وقلنا ان كلنا مستنيين الفيلم ده خصوصا مع الكاست اللي موجود فيه. الفيلم طبعا من بطوله كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، اياد نصار، وعصام السقا، واحمد غزي، وفي ضيوف شرف كتير زي كريم محمود عبد العزيز، زي ماجد الكدواني، وهنا الزاهد. بسرعه كده وبشكل سريع، راينا ايه في الفيلم من اول ما خرجنا او من بعد ما اتفرجنا وطلعنا من السينما مع بعض يعني. انا قلت لكم ان انا محتاج ارتب افكاري ومحتاج افهم بس اللي بيحصل، وهاجي وهنقعد وهنتكلم. فمبدئيا انا رايي ايه في الفيلم؟ اختصارا انا رايي في الفيلم ان احنا علينا سقف توقعات، فده خلى فيه احباط لما دخلنا الفيلم. الفيلم عموما مش وحش، وكانتاج هو ما كانش حاجه سيئه. عشان نقدر نقيم الفيلم او نقول راينا فيه، احنا هنقسم الفيلم لجزئين. الجزء الاول هو الايجابيات، والجزء الثاني هو السلبيات. وما تخافوش، انا لو جيت احرق او هقول اي حاجه فيها حرق هقول لكم ان انا بحرق عشان اللي ما شافش الفيلم. نبدا بالايجابيات، وهي فكره التصوير. يا جماعه التصوير كده كده بيتر ميمي معروف عنه ان هو مخرج شاطر جدا، والكادرات بتاعته حلوه جدا، وباين ده في الفيلم قوي. يعني انا استمتعت جدا بالمشاهد والتصوير اللي انا بشوفه، بل انها كانت واحده من احلى المشاهد اللي اتفرجت عليها في افلام مصري تقريبا. سواء فكره المشاهد بتاعت المدن اللي كانت بتتصور من فوق، مش عايز اقول ايه هي المدن يعني مع انها اتقالت في الاعلان. فكره المشاهد اللي تحت الميه، الحاجات دي كلها كانت متصوره بطريقه احترافيه جدا جدا جدا، ودي اول ايجابيه في الفيلم. من هنا نروح للايجابيه الثانيه، وهي البادجت. يا جماعه البادجت واضح جدا في الفيلم، يعني انت مش محتاج تفكر كتير او تركز عشان تشوف ان الصرف باين في الفيلم. فعلا في تكلفه كبيره باينه جدا، ومؤثرات وحاجات كتير جدا اتعملت في الفيلم ده، وباين ان تكلفته ضخمه جدا، ومن ضمنها حاجات يمكن اول مره نشوفها في السينما المصريه عموما. فبالنسبه لده هو حاجه واضحه جدا في الفيلم. فمن هنا يبقى احنا خلصنا المفروض الايجابيات بتاعت الفيلم. ايوه، انا ما عنديش اي ايجابيات تاني في الفيلم اكتر من الحاجتين دول. وللاسف من هنا هنخش على السلبيات. اول سلبيه هي ضعف واضح جدا في السيناريو اللي مكتوب والحوارات ما بين الابطال. الكلام ضعيف جدا، مش كلام يحسسك يعني انت بتمثل لي في الفيلم مشهد كبير جدا واحداث كبيره جدا. انا بتكلم بالغاز شويه عشان ما احرقش الفيلم، ولكن انت بتوري لي احداث قويه جدا وبتحاول تعمل مشاهد مختلفه، ولكن الجمل اللي كانت ما بين الابطال وبعض جمل ضعيفه جدا، او بيكرروا الجمل لبعض.
يعني في مشهد حصل ما بين كريم وما بين اياد، كريم من البدايه قايل له ان احنا هنعمل كذا، لما جه يعيدها او جينا ننفذ قال له انت هتحتاج تعمل كذا. اياد بيرجع بيقول لكريم تاني انت هتحتاج تعمل، طب ما هو قايل لك في اول الفيلم. فاحنا بنكرر الكلام، حتى ردودهم على بعض ردود مش ناس يعني مش ناس بتاعت الجو اللي انت وصفه لي في الفيلم. دي نقطه كانت واضحه جدا في السيناريو، ان الناس بترد على بعض ردود ضعيفه جدا بالنسبه للحدث اللي انت موديهولي. السلبيه الثانيه هي الحبكه بتاعت الفيلم ما كانتش وحشه، والفكره بتاعت الفيلم نفسها يطلع منها شغل جميل جدا. فكره ان هي غرفه سريه زي ما اتقال في الاعلان، طبعا احنا مش بنحرق، غرفه سريه في الهرم الاكبر واحنا بندور عليها وعايزين ندخلها، دي فكره يطلع منها ماتيريال كتير جدا وتقدر تعمل منها حاجه قويه جدا. ولكن يعني الحاجات اللي مرتبطه في الفيلم بالموضوع ده ما كملتش، يعني لو جمعناهم من الفيلم مش هيكملوا 5 دقائق على بعض. يعني انا ما شفتش حاجه ليها علاقه لا باهرامات ولا بفراعنه غير يمكن في الاخر خالص. لكن انا طول الفيلم انا بدور على حاجات معينه ملهاش اي علاقه باللي احنا قلناه هناك. الفكره كانت كويسه ولكن تنفيذها بعدك كتير جدا عن المحور الاساسي للقصه. افتكر ان انا في اغلب الفيلم انا ناسي احنا اصلا رايحين هناك ليه، يعني احنا ليه رحنا هناك. وفي نص المشهد بفتكر ده احنا رحنا هناك عشان احنا عايزين نجيب كذا، تمام تمام. يعني الاحداث مش حاسسها مترابطه. انا ما اتعلقتش بشخصيه من الشخصيات، ما اثرش معايا حد. حتى هنا الزاهد بكل اللي اتعمل لها المخرج كان بيحاول يطلعها شخصيه مثاليه جدا عشان احنا نتعلق بيها. انا ما اشتريتش، يعني انا ما اتعلقتش بالموضوع، ما اتاثرتش باي حاجه حصلت. ومن هنا نيجي لثالث سلبيه، وهي انه الادوار بتاعه الابطال طبعا ممثلين تقال جدا وده ما فيش عليه خلاف، ولكن كريم في مشاهد الاكشن والعنف والضرب حاسه كان تقيل. كريم فيه عنده تقل في تنفيذ الاكشن، والفيلم اصلا اساسه اكشن، فكان المفروض يكون كريم متدرب اكتر من كده او ياخد فتره تمرين محترمه قبل تصوير الفيلم. لكن في المشاهد اللي انا شفتها في الاكشن، لا انا شفت افلام كتير مصري عملت الاكشن اعلى من كده بكتير. الفكره كلها ان كريم كان مشاهده تقيله وباين فيها التقل، يعني باين ان هي فيك. اياد نصار ممثل تقيل جدا وده ما عليهوش خلاف، ولكن هو دوره كان محكوم قوي. يعني هو دوره كان ما فيهوش مساحه، هو بيطلع بيقول جمل معينه وجمل ثوابت وخلاص على كده، هو ما بيأديش حاجه في الفيلم عشان يقدر يبدع فيه. يمكن الوحيد اللي ممكن اقول عليه كويس هو عصام السقا، ولانه كان بيحاول يغير جلده من الكوميدي للاكشن شويه وهو نجح في ده. يعني هو ادى الدور بشكل كويس، مش احسن حد ممكن يأديه، ولكن في النهايه هو عمله بشكل كويس، ما تقدرش تقول حاجه غير كده. واخيرا احمد غزي هو احمد، ما غيرش حاجه، يعني هو نفسه احمد اللي انا عارفه في كل حاجه. ادى الدور بشكل كويس، عمل دوره حلو، احمد اللي احنا عارفينه ان هو هيعمل الدور حلو. ولكن هل نقدر نقول ان ده واحد من اعلى الحاجات اللي هو قدمها او ان هو قدم اداء مختلف جدا؟ لا بصراحه ده انا ما شفتهوش في الفيلم للاسف. هي فرصه مهدره زي ما احنا بنقول دايما. الفرصه كان ممكن يطلع منها حاجات كتير جدا، البادجت اللي اتدفعت كانت ممكن تعمل حاجه قويه جدا. حتى ضيوف الشرف اللي جم سواء ماجد الكدواني او كريم محمود عبد العزيز ما شفت لهمش اضافات، وده ما ينفيش تماما ان احنا متاكدين ان الناس دي ممثلين شاطرين جدا. سواء ماجد الكدواني فهو ممثل شاطر جدا او كريم محمود فهو ممثل شاطر جدا، ولكن ادوارهم كانت كلها مشهدين. وطبعا في ضيوف شرف تانيين مش هقول اسمائهم عشان ما ظهروش في الاعلان، فانت ممكن تشوفهم في الفيلم برضو ادائهم ما كانش اعلى حاجه، يعني كلهم ظهروا مشاهد. يعني مثلا ماجد، انا اللي فهمته من دور ماجد ان احنا جايبينه عشان ده ماجد، كان ممكن اي حد تاني يقوم بالدور، اي حد بيعرف يمثل هيقوم بالدور اللي عمله ماجد، ولكن فكره وجود ماجد في الاعلان هتتقل الفيلم اكتر، فبالتالي احنا نجيب ماجد. ففي النهايه التقييم العام للفيلم هو فرصه مهدره زي ما قلنا، كان ممكن يطلع منه اداء افضل من كده، كان محتاج وقت اكتر من كده في التنفيذ علشان كريم يتدرب، نركز في السيناريو اللي هيتقال اكتر او الحوار ما بين الابطال اكتر، نعمل حبكه او رابطه كويسه، لان اخر 10 دقائق في الفيلم او اخر ربع ساعه في الفيلم كانت خلاصه. يعني انت طول الفيلم بتوصف حاجه ومره واحده رحت فاككها كلها. المواضيع سهله جدا عندهم، انت وديتني من مكان لمكان لمكان وبعدين رحت فاكك لي الدنيا كلها في اقل من دقيقه، كروتني وما فهمتش اي حاجه. وقفله الفيلم نفسها ما كانتش مرضيه بالنسبه لي، مش هحرقها عشان اللي ما شافش الفيلم، ولكن كان ممكن نقفلها قفله احسن من دي كتير. ما كانش لازم المشهد اللي حصل في اخر دقيقه، يعني مش حلو. في العموم الفيلم كان ممكن يكون احسن من كده وكان ممكن يطلع منه اداء افضل من كده، ولكن هو في النهايه فرصه وللاسف ضاعت. الفيلم مش وحش عشان نكون بصراحه مع بعض، الفيلم حلو كويس، هتخرج منه مش متضايق ولكن مش منبهر، مش سقف التوقعات اللي احنا كنا عاملينه ان ده واحد من اضخم الانتاجات في تاريخ مصر. فيلم كويس ولكن في العادي، فيلم اتفرج عليه مره مرتين، غير كده
للاسف هيتنسي. ففي النهايه ده كان رايي في الفيلم، والتقييم النهائي بالنسبه لي انا للفيلم هو 7/10. بجد الفيلم ده كان ممكن يطلع منه حاجه اقوى من كده بكتير، ولكن في احسن. اديته 7/10 عشان الاخراج وعشان الفكره كانت كويسه وعشان الممثلين حاولوا يعملوا اللي عليهم، ولكن كان محتاجين وقت اكتر من كده وحوار وسيناريو اقوى من كده او يتبص عليهم كذا مره. فبس دي كانت حلقتنا النهارده عن المشروع اكس. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، وابعت الفيديو لاصحابك. سيب لي رايك تحت في الكومنتات لو انت شفت الفيلم ايه رايك فيه، حلو ولا وحش. وان شاء الله استنانا في الحلقات اللي جايه عشان ممكن نروح نشوف ريستارت، ممكن نشوف حاجات تانية. فباذن الله الحلقات اللي جايه هيكون فيها حاجات مختلفه. بشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.